تخيل إنك واقف دلوقتي على سطح كوكب، بس مش أي كوكب. كوكب بيشيلك من غير أرض، أو كوكب بيمطر زجاج، أو كوكب ليلته أطول من عمر حضارات كاملة. إحنا طول عمرنا فاكرين إن الكواكب يا إما زي الأرض يا إما زي المريخ، بس الحقيقة الكون مليان حاجات لو اتعرضت عليك في فيلم هتقول مستحيل. النهاردة هاخدك في رحلة، مش رحلة علمية عادية، دي رحلة في أغرب كواكب اتكشفت فعلا، وكواكب لو اتوجدت جنبنا كان زماننا انتهينا. خلينا نبدأ بكوكب اسمه HD 189733b. الكوكب ده بعيد، بس العلماء شافوا عليه حاجة مرعبة. هناك السما بتعمل مطر، بس مش مطر مية، مطر زجاج. أيوة، شظايا زجاج بتطير في الجو بسرعة رهيبة، والرياح هناك ممكن توصل ل7000 كيلو متر في الساعة. يعني تخيل لو انت واقف هناك مش هتتلحق تقول يا ساتر، هتبقى اتقطعت. والأغرب، لون الكوكب نفسه أزرق جميل كأنه جنة، بس هو في الحقيقة جحيم متغلف بورق هدايا. في كوكب تاني اسمه WASP 76b. ده كوكب غريب جدا، عشان هو دايما بوش واحد ناحية نجمه، يعني نصه نهار على طول ونصه ليل على طول. النهار هناك الحرارة بتوصل لدرجة إن الحديد نفسه بيبقى بخار. تخيل الحديد اللي بنعمل منه سكاكين يبقى غاز في الهواء. والأغرب، في الليل البخار ده بيبرد فينزل مطر، مطر حديد. يعني انت ممكن حرفيا تمشي وتلاقي السما بتمطر حديد فوق دماغك. تعال بقى لكوكب اسمه كيبلر 51d. ده كوكب العلماء بيقولوا عليه زي القطن. ليه؟ عشان كثافته قليلة جدا، يعني لو جبت محيط كبير جدا وحطيته فيه، الكوكب ده ممكن يطفو. أيوة، كوكب يطفو. تخيل انت واقف على سطحه، حاسس انك ماشي فوق غيمة. بس المشكلة، الكوكب ده غالبا عبارة عن غازات، يعني انت حرفيا مش هتلاقي أرض تقف عليها. في كوكب مشهور اسمه فينوس أو الزهرة. أيوة، الزهرة جنبنا، بس الناس مش واخدة بالها إنه واحد من أغرب الكواكب في المجموعة الشمسية. عارف الليلة هناك قد إيه؟ اليوم على الزهرة أطول من السنة بتاعته، يعني الكوكب بيلف حوالين نفسه ببطء شديد، لدرجة إن يوم واحد عليه أطول من سنة كاملة. والأغرب، الزهرة بيلف بالعكس، يعني لو طلعت هناك الشمس هتطلع من الناحية التانية. وكمان الضغط الجوي هناك يخليك تتحسس كأنك تحت البحر على عمق 900 متر، غير الحرارة اللي توصل لأكتر من 460 درجة. يعني الزهرة كوكب جارنا، بس لو رحت له هتموت في أقل من دقيقة. تعال للمشتري. المشتري مش بس عملاق، ده عنده حاجة اسمها البقعة الحمراء العظيمة. دي عاصفة حجمها أكبر من الأرض نفسها، والعاصفة دي شغالة من مئات السنين ويمكن أكتر. يعني تخيل إعصار بحجم كوكب ومش بيقف. المشتري كمان بيشتغل زي مكنسة فضائية، جاذبيته بتسحب مذنبات وكويكبات كتير كان ممكن تضرب الأرض. يعني المشتري حرفيا هو الحارس اللي واقف قدامنا. لو المشتري اختفى، الأرض هتبقى معرضة لضربات كتير جدا. في كوكب اسمه 55 كانكري إي. الكوكب ده العلماء بيقولوا إن جزء كبير منه ممكن يكون ألماظ. أيوة، ألماظ. ليه؟ لأن تركيبته غريبة وفيه كربون كتير جدا، ومع الضغط والحرارة ممكن يتحول لألماظ. يعني تخيل كوكب كامل لو اتعمل منه خاتم هيبقى أغلى من كل فلوس العالم. بس للأسف الكوكب ده حرارة سطحه نار، يعني مش هتستفيد حاجة غير إنك تتحرق. في ظاهرة غريبة بتحصل في كواكب اسمها الكواكب القريبة جدا من نجومها. الكواكب دي بتبقى تحت شد جاذبية رهيب، وبيحصل فيها حاجة زي تمزق. بعض العلماء شبهوا ده كأنه الكوكب بيتعذب. ومش بس كده،
في كواكب بتفقد غلافها الجوي كأنه بيتسحب منها زي الدخان، يعني الكوكب حرفياً بيتبخر. هنا بقى الجزء اللي يخليك تقفل الفيديو وتبص في السقف. في كواكب قريبة جدا من نجوم ميتة اسمها النجوم النيوترونية. النجوم دي بقايا انفجار. الجاذبية هناك مجنونة، لو قربت منها هتتسحب وتتفكك ذرة ذرة. مش زي الثقب الأسود بالظبط، بس قريبة من فكرة مفيش رجوع. تخيل كوكب بيلف حوالين نجم نيوتروني، بيشوف ضوء غريب ويعيش في عالم كأنه خارق قوانين الطبيعة. بعد كل ده، انت لسه فاكر ان الكواكب مجرد كرات في الفضاء؟ الحقيقة ان الكون مش معمول عشاننا. احنا محظوظين اننا على الأرض، الكوكب الوحيد المناسب للحياة. بس السؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي، لو في كوكب واحد بس من اللي حكينا عنهم اتنقل فجأة جنب الأرض، مين فينا كان هيكمل؟ لو حبيت تعمل جزء تاني قولي في التعليقات عايز أغرب كوكب، وأنا هعمل لك الجزء التاني عن كواكب العلماء نفسهم بيخافوا يتكلموا عنها.